بدأنا تفريزات الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، وجايين النهاردة نكمل بقية التفريزات بتاعتنا. فالنهاردة ان شاء الله هنفرز شوية خضار. جايين نفرز البسلة والجزر، وجايين كمان نفرز السبانخ بطريقة سهلة وبسيطة. انا بعملها على طول، والحاجة بتفضل موجودة معايا زي الفل كأني لسه عاملاها دلوقتي طازة. حاجة كده تبارك الله. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لورندا. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايده للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هنا جبنا كده دول 5 كيلو من البسله، وهحط قدامها 2 كيلو من الجزر. البسلة هنا انا غسلتها بقشرها، وانا بعملها كل سنة بالطريقة دي. انا غسلتها هنا بقشرها، والجزر هنا غسلته. انا غسلت الخضار دوت قبلها بيوم، وجبت البسلة بعد ما غسلتها جبت كده ملاية نظيفة وفردتها، وحطيت عليها ملاية تانية عشان انشف كل المية اللي كانت فيها. وسبتها لغاية تاني يوم، لغاية ما اتأكدت ان هي نشفت تماما. بصوا، ما فيهاش نقطة مية. انا مش عايزه يبقى فيها اي ميه خالص، عشان هي كده هتبوظها. يلا بقى نبدا نشوف هنعمل ايه. هنا اول حاجه هبدا بقى كده اجيب بوله وابدا افصص البسله. البسله ناشفه تماما، ما فيهاش اي ميه. بصوا، الطريقه دي حلوه جدا، والخضار لما يتفرز فريش كده يبقى طعمه حلو قوي. هنا بقى ببدا كده، الحب بتاعها حلو ما شاء الله، وكانت مسكره زي السكر. هنا ببدا كده افصصها بالشكل دوت. هنا بقى جبت الجزر ده برضو غسلته وناشف تماما، مفهوش ميه خالص. ببدأ بقى ايه، اقطع الجزء ده كده واقشره. في ناس بتكحته كده بالسكينة، انا ما بحبش اعمله كده. بحب اقشره. قشريه بقى، تكحتيه اللي تحبيه انتي، او طريقتك اللي انتي بتعمليها اعمليها. هنا بقى هنقشر الجزر بالشكل دوت. هنا خلاص قشرنا، نبدأ بقى نقطعها مكعبات. لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، عشان طبعا لو قعدت في التلاجة ما تتهريش مني، ما يتهريش طبعا الجزر مني. فبنقطعه مكعبات، يعني ايه، معقولة. وسط كده. ما تقطعوش رفيع قوي يعني. بصي، مكعبات بالشكل ده. انا بحط الاتنين على بعض، يعني مش هفرق بين ده لوحده وده لوحده، لا انا بحطهم الاتنين على بعض. انا بوريكي بس انا بقطعه ازاي، مكعبات كده وسط. لغاية طبعا ما اخلص بقى كمية البسلة وكمية الجزر بقت معايا بالشكل ده. قلبتهم كويس جدا عشان كلهم يبقوا مختلطين ببعض. بصوا، بعد كمان ما عملتها ما فيهاش مية، هي دي اللي بيخلي الخضار يفسد منك او يغير طعمه. هنا بقى خلاص هبدأ بقى هجهزها ان انا اعبيها في الاكياس. اعبي بقى على قد الكمية اللي احنا بنستخدمها. انا قلت لكم هنا انا جايبة 5 كيلو بسلة و2 كيلو من الجزر. انا هعملهم على ايه؟ هعملهم على 5 اكياس. ليه بقى انا هعمل كده، ما عملتش اكتر، لان احنا دي اكتر اكله كلنا متجمعين فيها، البسله يعني كلنا بناكلها. لكن في خضار تاني هتلاقوني عاملاه بكميات قليله، لان في ناس بتاكله وفي ناس ما بتاكلوش. فانا بحاول ان انا ارضي كل الاطراف. هنا عبيته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا عملوا معايا 5 اكياس، هبدأ بقى اقفلهم. اهم حاجة هنا لما تيجي تقفليه، على قد ما تقدري ما تكتليش الخضار فوق بعضه، ما تخلوش كتلة واحدة. لا، انا عايزة اخرج الكيس من الفريزر. يبقى كده الخضار مفرفر كده يعني. مش لازق في بعضه او مكتل كده في قلب بعضه، لا، يبقى كده كل حباية لوحدها، ما يبقاش كتل. فطبعا لازم افرده كويس جدا بالشكل ده، على قد ما بقدر بفرده. بفرده يعني، وبعد كده بخرج الهواء. اهم حاجه ان انت تخرجي الهواء كويس جدا، عشان برضو الخضار يفضل اطول وقت معاكي كويس. بصوا بخرجه ازاي، بخرجه بالشكل ده. بتاكد خالص ان الهواء خرج معايا تماما. وبعد كده بقفله بقى، ان انا اربطه بالطريقه دي. اقفليه بقى باي طريقه انت عايزاها. عايزه تحطي في الاطباق اللي هي بتاعت الفل دي، حطي فيها براحتك. بس انا بحس ان هي بتاخد مساحه في الفريزر، فانا بفضل الاكياس افضل. هنا قفلتهم كلهم بالشكل ده.
تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. كده خلصنا البسلة، هندخل بقى على السبانخ. السبانخ هنا مش كلنا بنحبها، يعني مش كلنا بيحبوها، انا باكلها عادي. يعني انا وبنتي بس اللي بناكلها، بقيتنا يعني ما باكلهاش. فانا جبت قد ايه، جبت كيلو من السبانخ، وجبت عليهم حزمتين او ربطتين من الكزبره. الربطه كانت كبيره وبحط عليها كزبره بس. طبعا انا جبت اللي هنا السبانخ، غسلتها كويس جدا برضو، ونشفتها برضو على ملاية نظيفة كده مخصصاها للخضار، وبسيبها تنشف. سبتها على السفرة كده وغطيتها بطبقة من الملاية، وتحتيها طبقة من الملاية عشان اتأكد خالص ان هي نشفت. ببدأ بقى طريقة التقطيع ان انا بشيل الجزء اللي فوق ده بس، ما بشيلش الحتة الحمراء دي كلها، لان هي دي بتخليها بصراحة مسكرة جدا، فما تحاوليش ان انت تشيليها كلها. هنا بخرط الجزء الاحمر ده كده عشان انا عايزاه صغير، ما يبقاش تخين، لان انا بحب السبانخ على قد ما اقدر اخرطها تبقى الخرطة بتاعتها تبقى رفيعة مش كبيرة. انا ما باجي ما بطبخها ما بضيفش عليها ولا رز ولا حمص ولا اي حاجه، ما ولادي ما بيحبوهاش كده، بعملها كده بس. هنا خرطت السبانخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هخرط كمان عليها الكزبره. بصوا اهي، ناشفه جدا، جافه تماما، ما فيهاش اي نقطه من الميه. هنا الكزبره برضو مسكتها، نقيتها عود عود ونضفتها وغسلتها وسبتها تنشف تماما. وبعد كده هخرطها برضو على السبانخ. عايزه ما تضيفيش كزبره دلوقتي، وتضيفيها لما تيجي تعملي الاكله. برضو مفيش مشكله، عادي جدا. بس انا قلت ايه بالمره بقى نحط كل الكيس كامل كده، ايه متكامل. هنا خلطت كده خلاص الخضره بالشكل ده لغايه ما خلصت كل الكميه. انا جايبه كيلو، بعمل الكيلو دوت على 4 اكياس. بصوا ما فيهاش اي ميه. هقسم الكيلو دوت بالخضرة بتاعته، هقسمه على 4 أكياس بالشكل ده. هي يا دوبك بتبقى طاقة الغدا بس. فأنا بعمله كده. أنا لغاية دلوقتي لغاية النهاردة أنا عندي كيس سبانخ من تخزين السنة اللي فاتت. الخضار اللي بتحبوه أكتر حاجة كتروا منه، اللي مش كده فما تكتروش منه، على حسب أكلتكم انتوا. هنا بالشكل دوت كده عملت ال4 أكياس. هبدأ بقى أقفله. بصوا برضو اهم حاجة ان انا افرد الخضار جوه الكيس، ان انا ما اخليش الخضار متكتل كده في الكيس، على قد ما اقدر افرده. دي نقطة مهمة جدا في تخزين اي حاجة عندك. بصوا بقفله كده وبخرج الهواء تماما. عايزة تربطيه اربطيه، بس انا بحب ان انا اعمله كده في السبانخ. هنا كده خلصت اهو السبانخ بتاعتي، وخلصت البسلة، وحطيت السبانخ كتبت عليها ان هي سبانخ، لان طبعا احنا مفرزين خضرة، فما تلخبطش. التلج طبعا بيغير ايه ملامح الحاجة شوية. وده كده التفريز النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.